السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ ام مودي. ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا بقى ايه كده التفريزات. هنفرز كده الطماطم دي. بصوا شكلها حلو قوي، كانت عاجباني بجد. حلوه، حمراء وحلوه، يعني مش مفيش حاجه بايظه ولا حاجه. قلت بقى اجيبها. بصوا انا كنت جايبه اليوم ده يعني كيسه منهم. تمام، كنت في السوق وجايباها. تمام، ما عدى الراجل تحت البيت وكده، فرحت منزله كمان السبت يعني، وجبت كمان ايه 2 كيلو، يعني كل كيسه دي 2 كيلو. تمام. قلت ايه اعملهم بالمره كده صلصه واشيلهم ايه في البيت عندي، يعني في الفريزر. ما كانش عندي في الفريزر. انا متعوده بشيل بجيب طماطم واعملها كده صلصه افرزها واشيلها عندي بقى في الفريزر في اي وقت بحتاجها، يعني اعملها مثلا احتاجها بقى في الاكل وكده. ممكن اعمل بيها كمان صلصه المكرونه. لو هعمل صلصه، لو هعمل يعني مكرونه بالصلصه، ممكن اعملها في الطبيخ في اي خضار بقى بحبه، يعني اي خضار هعمله. فما يكونش مثلا عندي طماطم او حاجه متوفره اليوم ده، او ما نزلتش، او ما كانش يعني عندي متوفر، فبقى بطلع الكيس من الفريزر يفك واطبخ بيه على طول، بيبقى جاهز يعني ايه على الطبخ. تمام. جبت كده ايه الكميه بتاعتي بقى ايه كده حسب بقى الكميه بتاعتك. انا جبت كده زي ما قلت لكم ايه الكيستين دول، ورحت بقى ايه كده حطاه في كل بوله يعني، ورحت رايحه بقى ايه بيها تحت الميه في الحوض اغسلها بقى كويس جدا. تمام. تمسكي بقى واحده واحده كده، انا بحب امسك واحده واحده اغسلها كويس قوي. انا حاطاه كده في مصفى، وبعد كده ايه قلت اوريها لكم يعني وكده. وبعد كده دلوقتي ايه هقفل بقى واخد بقى واحده واحده افضل اغسلها كويس جدا، طبعا من الطينه تراب اي حاجه. الحاجات دي طبعا معرضه في الشارع وكده، فايه لازم نغسل الحاجه بتاعتنا كويس جدا. تمام. هغسلها كويس قوي 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 واحطها بقى في مصفى الصفة. وبعد كده ايه اشوف هعمل فيها ايه. غسلتها وصفيتها خلاص زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى ايه السكينه بتاعتي، وهشيل بس يا دوبك اللي هو بيبقى مكان العنقود بتاعها ده، العنقود اللي انا شيلته، الحته الخضره دي. ايوه الحته دي، بصوا شايفينها عامله ازاي؟ الحته الخضره دي بس انا اللي هشيلها. تمام. انا شلت طبعا عنقود منها خلاص، فدي انا هشيلها خالص كده. اجيب بقى طبقه كده ولا حاجه احطه جنبي وايه واشيلها. تمام. جيبي بقى كميه الطماطم انت بقى بتاعتك اللي تحبيها وفرزيها كده في اي وقت بقى طول السنه. تفريزات عشان رمضان يبقى مثلا اليوم سهل عليكي برضو، تقومي تكوني مجهزه اكلك في الفريزر وكده، يا دوبك على التجهيز يعني على الطبخ على طول على البوتاجاز. في اي يوم بقى من السنه انا على طول بجيبها الصراحه. فمؤخرا ما لقيتش عندي غير كيسين بس، حتى واحد استخدمته كمان امبارح وقلت لا خلاص ما بديهاش. اجيب بقى ايه كده، يعني اجيب 2 كيلو في 2 كيلو مثلا، اجيب حبه بحبه كل منزل يعني. واعملهم واشيلهم بقى في اكياس عندي في الفريزر ايه، واي وقت في السنه هلاقيها موجوده عندي. لان ساعات كمان الصلصه انتوا شايفين الاسعار بقت عامله ازاي. فربنا يعيننا يا رب يعني بجد. الله المستعان، ربنا يعيننا بجد. فحرام ان انا برضو يعني انا بجيب برضو صلصه جاهزه عادي، بس مش بجيب كتير. يعني ممكن لما اعمل بالصلصه دي اللي انا بعملها دي بالطماطم، قصدي بكيسه الطماطم، ممكن اخد معلقه صلصه بقى احيق بيها اللون بس او الطعم شويه. لكن ان انا بقى اجيب صلصه بقى كل شويه، يعني الاسعار بقت اوفر بيني وبينكم. فقلت لا بقى الطماطم انا على طول بعملها، سواء كنت بجيب صلصه او لا انا بعملها على طول. تمام. تاخدي بقى ايه كميه الطماطم زي ما قلت لكم بقى، تمسكي طماطمايه تشيلي منها العنقود الاخضر ده اللي هو عند العنقود، وبعد كده تقطعيه بقى ايه نصين او على 4/4 براحتك بقى. قطعي زي ما ايه ما تحبي، حسب بقى التقطيع اللي انت عايزاه اهو. بصوا انا قطعتها كده زي ما بتيجي في ايدي بقى، نصين 4/4 عادي، مش مشكله. بصوا خلصت الكميه بتاعتي كمان، وكان في كمان طبق، يعني كان في طبق كمان ايه هوريه لكم دلوقتي. خلاص كده قطعت الكميه بتاعتي، ودي الحاجه اللي انا هرميها بقى اللي طلعت من الطماطم. هروح بقى اجيب ايه اولع كده العين بتاعت البوتاجاز بتاعتي، واروح جايبه بقى ايه حله اهو. جبت الحله بتاعتي واحط بقى ايه فيها كميه الطماطم. بصوا الطريقه سهله جدا، مفيش اسهل من كده. اعمليها بقى ايه حسب بقى ايه يعني الكميه اللي تحبيها. اي كميه طماطم هاتيها ان شاء الله، لو جبتي حتى كيلو. حتى لو جبتي الكيلو مفيش مشكله خالص. برضو خدي منه مثلا، لو يعني جابه كيلو اخدتي منه واحدتين مثلا تعملي يوم سلطه، تعملي بهم اي حاجه. ممكن تاخدي الباقي تعملي في حله صغيره برضو وتشيليه عندك في كيس، يطلع معاكي بقى كيس، يطلع نص كيس، مش مشكله.
تمام. حطيت بقى كميه الطماطم بتاعتي بقى كلها كده، وحطيت معاها كوبايه ميه صغيره. بصوا انا حطيت يعني اول كوبايه انا حطيتها كانت نصها، ما مليتهاش طبعا على الاخر، وحطيت حبه صغننين، يعني هي مع كوبايه صغيره. ممكن ما تحطيش كمان لان هي كده كده الطماطم هتنزل ميتها، فعشان كده انا حطيت كوبايه صغيره. ليه؟ عشان انا عارفه ان الطماطم هتنزل ميه بتاعتها، فانا مش عايزه ميه كتير. تمام. يعني انت ممكن ما تحطيش كمان ايه ميه خالص. خلاص، وحركتها كده يا دوبك بس كده، وهحط وغطيتها. حطيت غطيتها بالغطا. وبعد كده هسيبها بقى ايه تاخد بقى وتدي كده مع نفسها شويه، واوريكم هيبقى شكلها عامل ازاي. بصوا شكلها بوصل لفين. دي اول غلوتين يا دوبك، يعني اول ما بدات تغلي بقى كده خلاص اهي. بصوا طبعا لسه هسيبها كمان شويه لما احس كمان ان الطماطم خلاص يعني ايه اتهرت كده، عارفين اللي هي اتسلقت او اتهرت خلاص. تمام. اما دلوقتي لا، هي لسه دوبها، دي كانت اول لسه غلوه، فانا حبيت اوريكم المراحل بتاعتها كلها. اول حاجه هتحطيها على النار عادي مع كوبايه ميه صغيره او من غير ميه مفيش مشكله. بصوا نزلت ميه قد ايه، حبيت بقى اوريكم الخطوه دي ان هي بتنزل ميه، فعادي لو ما حطيتيش ميه. تمام. ولو الحله معاكي طلعت يعني حطيتي كميه الطماطم ولقيتي الحله صغيره على الطماطم، او تقولي مثلا الطماطم كتيره قوي فالحله صغيره، لا لا لا، هتنزل خالص، هتنزل عندك خالص كده في الحله وهتطرى خالص. مش هيبقى في فرق يعني، مش هتبوظ منك ولا حاجه. بصوا بقى هي كده وصلت للمرحله اللي انا عايزاها. حطيت كده ايه المعلقه. بصوا حسيت ان هي خلاص ايه اتهرت يعني استوت. فكده خلاص انا عايزه كده ايه المرحله بتاعتها دي كده. دي بقى في المرحله دي هتطفي عليها النار وتسيبيها تهدى خالص، وتجيبي شفشق الخلاط وتضربيها. تمام. عندك هاند برندر هيسهل عليكي كتير وكتير كمان، يعني زي ما انا عملت كده هطفي النار واروح ضربها بالهاند برندر وهي في الحله كده زي ما هي. ما عندكيش زي ما قلت لك هشفشق الخلاط، بس استني لما هي تبرد شويه، ما تحطيهاش وهي سخنه كده على الشفشق، عشان الشفشق عندك لا قدر الله ما يفرقعش او يبوظ او يحصل له اي حاجه. تمام. انا هنا عندي الهاند برندر فبيسهل عليا على طول. طفيت النار عليها وخلاص ايه بضربها بقى ايه واحده واحده كده اهي. مفيش اسهل من كده بجد طريقه. طبعا انا ما حطيتلاش زي ما قلت لكم ميه، يعني كوبايه صغيره، ما تحطيلاش ميه كتير لان انا عايزاها، مش عايزاها خفيفه، انا عايزاها تقيله، عايزاها بيور كده، عايزاها اكنها متسبكه يعني تقيله. تمام. مش عايزاها خفيفه، مش عايزاها ميه. بصي تفضلي تضربي فيها كده لحد ما تلاقي كلها كده خلاص ايه اتضربت معاكي، ومفيش اي كلكعه ولا اي حاجه، ان هي كل الطماطم كده اتضربت. طبعا مش هفكركم لو لسه ما اشتركتيش عندي في القناه واول مره بتنوريني في قناتي، اشترك يلا بسرعه من كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو دي على طول. ايوه هي دي كلمه اشتراك، اضغطي عليها واختاري كلمه الكل منها عشان يوصلك كل جديد وكل فيديو اعمله. وما تنسيش اللايك والكومنت بتاعكم الحلو. بصوا بقى، بصوا تقيله ازاي. بصوا القوام بتاعها حلو قوي قوي قوي، تقيله وحلوه زي اللي بنجيبها من بره اهي، ما فيهاش اي حاجه خالص. انا ما بصفاش الصراحه. ليه؟ بحب استفاد بالفايده بتاعتها كلها. حابه تصفيها براحتك مفيش مشكله، بس انا مش بصفيها، بحس ان هي يعني كده حلوه بفايدتها كلها. مش ما انا بستخدمها كده على طول، ما بيحصلش فيها اي حاجه يعني، حلوه. حابه تصفيها صفيها. انا سبتها تبرد بقى شويه خالص عشان اعرف احطها في الكياس. هحط بقى في الكيس على قد الاكله بتاعتي، انا عارفه اكلتي يعني هعملها قد ايه. انت ممكن هتعملي مثلا هتشيلي كميه مثلا يعني لاكله مكرونه مثلا، هتعملي الكيس ده هتقولي عليه ده مثلا دي لصلصه المكرونه، يعني انت بتبقي عارفه مقدار المكرونه بتاعتك، فبتعوزي صلصه مش كتير او قليل حسب بقى ما بتعوزي. تمام. ممكن اعمل كيس كمان الخضار لاي حاجه، اسمها دي للمحشي كمان برضو، صلصه المحشي اعملي بيها اي حاجه. بصي حكايه بجد، دخلها في اي حاجه اهي، صلصه عاديه خالص. انا هحط بقى الكيس بتاعتي، في كيس هعملها كبيره وفي كيس هعملها صغير. ليه؟ انا عارفه بقى كل حاجه، دي للمحشي، دي مثلا للخضار، دي للمكرونه، دي الحاجات مثلا عايزه اعملها ادخلها في اكل كده او حاجه اهو. خلصت الكميه بتاعتي، سبتها زي ما قلت لكم تبرد شويه، ورحت حاطه في الكياس بتاعتي حسب بقى ما انا عايزه. طلعت الكميه بتاعتي حلوه. بصوا شكلها عامل ازاي وتقيله وبيور حلو قوي. طبعا مش متبلها ولا حاطه لها اي حاجه خالص. وقت بقى الاكل انا هتبلها،
تمام. يعني لما احطها في الاكل وفي الطبيخ اللي انا هعملها، يعني ايا كان بقى هعملها في ايه، ساعتها بقى بتبلها واحط لها بهاراتها. حلوه قوي وطريقه سهله جدا. جيبي بقى الكميه اللي انت عايزاها، كيلو 2 3 براحتك، عايزه تجيبي قفص جيبي، خزني براحتك خالص. يعني كل ما تنزلي جيبي كيلو او 2 واعمليه كده في حله صغيره على النار. بصوا طريقه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، مفيش اسهل من كده. تحطي في الكيس وتشيليها عندك في الفريزر، وقت ما تحتاجيها هتلاقيها في اي وقت بقى. ولاي اكله هتمشي معاكي، في اي اكله تخشيها، في اي اكله جميله عادي. صلصه طماطم انت عاملاها في البيت، عاملاها بطريقه مضمونه، انت اللي عاملاها بايدك وعارفه معموله ازاي. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم. ما تنسوش طبعا تعملوا الفيديو النهارده لايك وشير. ولو اول مره بتنوريني في قناتي ما تنسيش طبعا الاشتراك من كلمه وتختاري كلمه الكل، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل فيديو اعمله وتقولي رايكم فيه ايه. اسيبكم في رعاية الله، واستنوني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ ام مودي، تحياتي لكم جميعا.